يلا يا ولاد خدوا الاكل بسرعة، ضيوف برا مستنيين بقالهم كتير. طيب يا ماما هناخد اهو الحاجة، ده المغرب لسه مأذن حالا. ايوه لازم يفطروا على طول. الله يا ماما ايه القطايف الحلوة دي؟ ينفع دوق واحدة؟ لا مش هينفع عشان دي للضيوف، لما نطلع منها برا بقى كل براحتك. ماما هو انتي عاملة القطايف دي بايه؟ عاملاها بالمكسرات. الله حلوة قوي. انا نفسي ادوق منها واحدة يا ماما. ايوه وانا كمان. وانا قلتلكوا مش هينفع لما الضيوف ياخدوا بس الاول. يلا نطلع الفطار بدل ما احنا قاعدين معادنهم كده برا. حاضر يا ماما. انا عايزاكوا بقى تاكلوا الاكل ده كله وتقوليلي رأيكوا في الاكل ده ايه. الاكل شكله تحفة يا طنط، حلوة قوي. اه يا بنتي الاكل تحفة، تسلم ايدك. بجد يا بابا الاكل عجبك؟ اه حلو قوي. يا طنط بجد البيتزا طعمها حلو قوي، تسلم ايدك. بالهنا والشفا، اجيب لكم تاني لو الاكل خلص. ماما انا هروح اجيب ميه من التلاجة. ماشي يا حبيبي روح. بصراحة يا طنط انتي اكتر واحدة بتعرفي تعملي اكل حلو قوي، احلى من ماما كمان. لا لا ومامتك بتعمل اكل حلو قوي. انا جيت اهو. ايه ده ما جبتش ميه معاك ليه؟ إيه ما انا شربت بقى في المطبخ يا ماما وجيت على طول، حد كان عايز ميه ولا حاجة؟ لا لا محدش عايز. ماما انا هروح بقى اغسل ايدي. ماشي يا بنتي، طب ما تاكلي كمان شوية. لا خلاص مش قادرة بقى، انا اكلت وشبعت. يلا اروح اغسل ايدي. ما اغسل ايدي بقى. انا مش عارفة هي ماما ليه مرضتش تدينا من القطايف، كان نفسي بس ادوق واحدة. خلاص بقى. يا ماما. ايه يا بنتي في ايه؟ ماما انا الطبق اللي قدامي خلص، انا عايزة اروح اغرف تاني من المطبخ. طيب هروح اغرف لك. لا لا انا هروح بنفسي، انا عارفة انا هغرف لنفسي قد ايه. ماشي براحتك. انا جيت اهو. ايه يا بنتي كل ده بتغسلي ايدك؟ اه يا ماما فيها ايه، بحب اغسل ايدي كويس. انا هروح بقى اجيب اكل من المطبخ. حد عايز حاجة معايا وانا جاية؟ لا شكرا مش عايزين. احنا شبعنا الحمد لله يا بنتي. حاضر يا بابا هشيل الاكل اهو اجيب الشاي. ولا عايزين عصير؟ انا عايزة عصير يا طنط. ماشي وانا اعمليلي شاي. وانا عايز شاي زي جده. انا جيت اهو. فين يا بنتي الاكل اللي انتي قلتي هتجيبيه وانتي جايه عشان تاكليه؟ ايه ما انا اكلت هناك بقى في المطبخ وخلاص يا ماما، قلت ملهاش لازمه اقعد اجيب هنا. ماشي براحتك. يلا بقى شيلوا الاكل عشان نجيب الحلويات. حاضر يا ماما. يلا. يلا يا ندى انتي اعملي الشاي وانا هودي القطايف. ايه ده؟ يا نهار ابيض فين طبق القطايف اللي كان هنا؟ ايه ده صح هو راح فين؟ ازاي مين اللي كله؟ طيب دوروا معايا يمكن حد سابه في التلاجة ولا وديتوه في اي حتة. حاضر يا ماما يلا ندور. مفيش حاجة يا ماما. انا عايزة اعرف دلوقتي طبق القطايف ده راح فين. انا مش عارفة يا ماما مشفتوش خالص. ولا انا. ولا انا. طب انا هعمل ايه دلوقتي، هطلع لهم ايه؟ مش عارفة يا ماما طلعي عصير وخلاص.
انا خلاص عرفت مين اللي كل القطايف. ايه مين يا ماما؟ اكيد زياد. دخل قال هيجيب ميه وما جابش معاه حاجه وهو طالع. بس انا يا ماما قلتلك ان انا شربت الميه في المطبخ، اجيبها معايا بره اعمل بيها ايه؟ بس انت طولت قوي. طيب كنت بشرب غسلت ايدي، اعمل ايه تاني؟ ما يمكن ندى قعدت في المطبخ كتير قوي بتغسل ايديها، في حد بيغسل ايديه كل ده؟ ايه الكدب ده؟ ايه يا ماما انتي هتصدقيه ولا ايه؟ انا ما اكلتش حاجه، انا رحت بس اغسل ايدي وجيت على طول، انا ما تاخرتش. ايوه اشمعنى انا؟ ما يمكن سلمى قالت ان هي تروح تاكل في المطبخ، ما يمكن بدل ما تاكل طبق من الاكل كلت من الحلويات وكلت قطايف. ايه ده؟ انا ما اكلتش حاجه يا مو، دول بيكدبوا عليكي. انا عمري ما اعمل كده، انا عارفه ان انتي سايبه القطايف دي عشان الضيوف، ازاي يعني؟ طيب يا سلمى لو انتي بتتكلمي بجد، ايه السكر البودرة اللي على هدومك ده؟ ايه؟ ايه يا ماما؟ مش انا ما اكلتش القطايف. طيب قوليلي ايه السكر ده؟ يا ماما انا اللي نزلت اخد القطايف من الراجل بتاع الدليفري، فوقعت عليا وانا مطلعاها. شكلك كدابة قوي على فكرة. انا مش بكدب، هو ده اللي حصل فعلا. ممكن تكون ندى. ايوه يا ندى، انتي كنتي بتغسلي ايديكي كتير قوي كده ليه؟ انتي اتأخرتي جدا. ما اتأخرتش ولا حاجة يا ماما، انا لقيت بس المطبخ مدربك فعدلته شوية عشان بعد الفطار يبقى كل حاجة مظبوطة. انا بجد مش عارفة اعمل فيكوا ايه، هو انا مش قلتلكوا القطايف دي للضيوف؟ انتوا بتاكلوها ليه؟ برضه يا ماما هتقولي بتاكلوها؟ انا ما اكلتش حاجة. ولا انا يا ماما، شوفي مين اللي كلها. ايوه ممكن حد من الضيوف هو اللي كلها. انتوا بتقولوا ايه؟ محدش قام من الصالة برا، انتوا التلاتة بس اللي دخلتوا المطبخ. انا عايزة اعرف دلوقتي مين اللي كلها فيكوا. هطلع بس اودي الشاي وارجع لكوا تاني. ماشي يا ماما. خد يا بابا الشاي اهو. امال فين القطايف يا بنتي اللي انتي قلتي عليها؟ ده انا كنت عايزة ادوقها. ايه هجيبها حالا اهو يا بابا، هدخل واجيبها لك. اشرب بس الشاي الاول. حاضر يا بنتي. بصراحة يا جدو شكلي في حاجة جوه، انا سامعهم بيزعقوا من جوه. ايه في ايه؟ مش عارفة، شكل طنط بتزعق لهم جوه. لا لا اكيد بنتي مش بتعمل كده. انا عارفة ان انت يا زياد اللي عملت كده. ايه يا ماما انا ما عملتش حاجة. انا عارفة انت من بدري قاعد تقولي نفسك تاكل واحدة تاكل واحدة. طيب ما كلهم قالولك كده، هو اشمعنى انا اللي بتقولي عليا كل حاجة؟ انا ما عملتش حاجة يا ماما. امال مين؟ انتوا هتجننوني ولا ايه اللي عمل كده يقول دلوقتي؟ انا ما عملتش حاجة. ولا انا يا ماما، ولا انا. امال ايه؟ في قطة جت كلت القطايف ومشيت يعني؟ يمكن على فكرة. قطط ايه؟ احنا في الدور الخامس. قولي يا ندى لو انتي اللي كلتيها قولي. مش انا يا ماما، انا ما كلتهاش. ولا انتي يا سلمى ولا انا. طيب يا زياد انزل دلوقتي هات طبق قطايف من تحت. انزل دلوقتي يا ماما. اه دلوقتي، جدك مستني الحلويات، هنعمل ايه؟ بس انا برضو لازم هعرف مين اللي كل فيكوا القطايف، وليه مش راضيين تقولوا؟ بصي يا ماما، حتى ندى وقع على هدومها شوكولاتة من بتاعة القطايف. إيه لا انا مش على هدومي حاجة. ازاي؟ امال ايه الشوكولاتة دي؟ إيه طبق القطايف كنت بحطه على الترابيزة التانية راح وقع عليا يا ماما. بجد؟
اكيد زياد اللي كلها عشان دخل المطبخ وفضل كتير قوي جوه، وحتى هو خارج ما جابش المية معاه. ماشي، يا ترى بقى مين اللي كل القطايف؟ ندى اللي على هدومها شوكولاتة من القطايف، ولا سلمى اللي على هدومها سكر بودرة، ولا زياد اللي قعد كتير قوي في المطبخ عشان كان بيشرب مية؟ هستناكوا تقوليلي في الكومنتات بتخمنوا مين فيهم كل القطايف، ندى ولا سلمى ولا زياد؟